السلام عليكم. اليوم في مطبخ ام وليد راح ندير لكم البيتزا السريعه اللي هي البيتزا السائله. يعني هذه البيتزا هذه مليحه لانه ما فيهاش عجينه تعجنيها ولا تخليها تخمر. واش راح نحتاج في هذه الوصفه؟ انا درت ضعف المقادير. راح نحتاجوا 2 مغارف صغار تاع السكر، راح نحتاج 2 مغارف صغار تاع خميره الخبز، وحده خميره الحلوه، 2 حبيبات تاع البيض، نص كاس تاع الزيت. هذا الكاس اللي استعملته انا هو الكاس تاع 240 مليلتر، ولا تقدري تستعملي اي كاس عندك في الدار تاع الماء، ماشي تاع الكازوز يعني تاع الجو هذوك الطوال هذوك، لا اللي يكونوا يعني القيس تاعهم عادي. راح نحتاج 2 كيسان ونص تاع الحليب، كما تقدري تعوضيهم 2 كيسان ونص تاع الماء مع 3 مغارف كبار تاع غبره الحليب، الملح و3 كيسان تاع الفارينه. نبدا مباشره بطريقه التحضير. اذا ندير الحليب تاعنا، بسم الله، ندلو البيض اللي هما 2 حبيبات تاع البيض، ندلو من الزيت. الحليب يكون دافي، هذه نسيت ما قلتها لكمش، الحليب يكون دافي. ندير نخلط، ندلهم 2 مغارف صغار تاع خميره الخبز، ووحده خميره الحلوه نخليها مع الفارينه، بلا ما ننساو الملح. نديرو الملح اذا، وندير 3 كيسان تاع الفارينه. ما قلت لكم وصفه يعني كيما الكيك، شو راكي ديري موسكوتشو لكن هي بيتزا. الكاس الاول، الكاس الثاني، والكاس الثالث. ندير معها وحده خميره الحلوه ونخلط الخليط مع بعض. كما رانا نشوفوا يعني تجهزي الحشو تاعك هو الاول، الصوص طوماط واش ديري فيها، من بعد واش ديري الخليط تاعك وانتي راهي واجده البيتزا تاعنا. اذا الخليط هكذا يجي كما رانا نشوفوا فيه، يجي كيما المسكوتشو. نخلط مليح باش هذيك الفارينه تذوب، يولي الخليط يعني ليس. ها هو الخليط تاعنا. نمروا للطريقه المواليه. هنا عندي انا طون تاع الزيت اللي صفيته من الزيت، كما تقدري تستعملي دجاج تكوني مطيباتو، تقدري تستعملي فيونداشي تاني تكوني دبلتيه بالبصل والملح والفلفل الاسود. هنا عندي لاصوص طوماط كنسبق وجهزتها معكم من قبل، يعني سهله، فيها الثوم وندير لها طوماطيش مصبره يتقلاو مليح، من بعد ندير لهم طوماطيش تاع الحب، المعدنوس، الملح وفلفل اسود. هنا عندي جبن الشيدر، جبن الشيدر يعني بشرتو، وهنا عندي جبن موتزاريلا. هنا دائما نقول لكم الحشوه حسب الرغبه وحسب الامكانيه، هنا ماكش مجبره باش ديري هادوما. حنا المهم عندنا العجينه لاصوص طوماط واش ديري على حسب اولادك واش يحبوا. كيما هنايا البيتزا الاولى ندير فيها الطون، لكن الثانيه ما نديرش فيها الطون، ندير فيها الفورماج فقط، لانه للاسف الاطفال ما ياكلوا لا طون ولا فيونداشي ولا اي شيء اخر. المهم نبداو بالطريقه. انا حكمت السنيوه، يعني هاد النوع تاع السنيوات ملاح بزاف طيب، انا نحبهم في الدار، لكن تقدري تستعملي اي سنيوه. انا استعملت سنيوه طويله يعني كبيره يعني ترفد. واش ندير فيها جزء من العجين. احنا ماذا بينا البيتزا تاعنا ما تجيناش خشينه بزاف، تجي رقيقه يعني. نمشي ونشوف كما انا نشوفوا، يعني العجينه تجي رخوه، ما تجيش شاده روحها، ما تجيش جامده. اذا نمشي، راح نزيد شويه. اذا نمشي مليح هاد العجينه تاعي. من بعد ما مشيت العجينه تاعي ماذا بينا ما نخشنوهاش بزاف، ندير لاصوص طوماط. طريقه تاع لاصوص طوماط كيفاش نديرها؟
يعني بالملعقه فقط، ما نقدروش تمشيها لانه العجين تاعنا جاري. اذا بهذه الطريقه فقط نرشوا لاصوص طوماط تاعنا. لهذا احنا نسموها البيتزا السريعه، يعني في نص ساعه تقدري توجديها طيبيها وتناوليها، يعني بدون تخمير ولا دلك ولا اي شيء، يعني كبديل. يعني الحقيقه تجي بنينه. وعلاش هنا ما نقدروش نمشوها؟ يعني حاجه قليله فقط كما رانا نشوفوا، غير من الفوق فقط باش ما نخسروش العجينه تاعنا وتبقى لاصوص يعني على الوجه، ما تهبطلناش لتحت. هنا راني درت لاصوص. الان نزيد لو طون تاعنا، طون من الاحسن باليد باش نمشوه مليح. من بعد نحط دوائر الموتزاريلا تاعنا. هاد الموتزاريلا هذه تحب انها تدخل للفرن يعني في الاول ماشي في الاخر. وهاد البيتزا مع انها سريعه نديرو كلش في الاول، يعني ما نخلوش للاخر. نحطوا الدوائر، درنا نستفوهم كامل على الوجه تاع البيتزا تاعنا بهذه الطريقه. من بعد ندير الجبن المبشور تاعنا. انا استعملت الشيدر هكذا باش ولا تقدروا تستعملوا سبيسيال بيتزا، راه كاين يتباعوا في المحلات. الموتزاريلا الان راه متواجد يعني في الاسواق الجزائريه تاعنا، وراه رخيص يعني ماهوش غالي كيما كان، راه يتباع كيما دوك نوريه لكم باش تعرفوه. يجي بهذه الطريقه يعني كيما تاع الكاشير والباتي. كما قلت لكم الثمن تاعو يعني ماهوش غالي بزاف. بهذه الطريقه وندخلها للفرن على 180 درجه. كي تشوفيها طابت من التحت نشعلها من الفوق تاخذ لون ذهبي ونخرجها، ونلتقي فيما بعد باش تشوفوا البيتزا تاعنا حاضره معنا ان شاء الله. اذا ها هي البيتزا تاعي بعد ما طيبتها وخرجتها من الكوشه كما رانا نشوفوا. هنا نصيحه فقط، الا عملتوها في اي واحد اخر من الاحسن انكم تدهنوا السنيوه تاعكم بالزيت. مام هذا البابي ادهنوه بالزيت باش ما تلصق لكمش. نقسم لكم منها يعني باش نشوفوا كيفاش جاتنا هذه البيتزا هذه. بسم الله. اذا ها هي البيتزا تاعنا، تجي ما شاء الله تجي روعه وتجي خفيفه كما رانا نشوفوا. ها هي وتجي طريه كما راكم تشوفوا فيها. ها هي كيفاش تجي العجينه، تجي طريه بزاف وتجي بنينه. نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم، راهي مازالت سخونه. وإلا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.